عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على ال iOS Architecture، كيفاش تصير العملية من الكود لليو اي على الإكران. فإذا كنت ديفلوبر موبيل سواء بسويفت ولا Objective-C وإلا حتى بكروس بلاتفورم كيما فلاتر، الفيديو هذا ليك. شنو هي ال iOS Architecture؟ ال iOS Architecture هي الطريقة اللي الأبل منظمة بها السيستم تاعها باش الكود يكون واضح والبرفورمانس يكون سريع، والابليكاسيون البرفورمانس تكون مستقرة. أبل قسمت النظام تاعها إلى 4 لايرز، كل لاير عندها دور معين. أول لاير هي كوكو تاتش لاير، هي أقرب لاير للديفلوبر، فيها اليو اي كيت، سويفت يو اي، تاتش ايفنت ونافيجيشن، يعني كل ما تشوف في الإكران كيما البوطون الانيماسيون الكل في اللاير هذه. اللاير الثانية ميديا لاير، الطبقة هذه تاع الصوت والصورة، فيها الأوديو الفيديو الانيميشن والجرافيك، مثال باش تخدم فيديو ولا تعمل انيماسيون ولا تستعمل كاميرا، الحاصل كل ما هو اوديو فيزوال. اهم لاير هي الطبقة الثالثة اللي هي كور سيرفيس لاير، هي المخ متاع الابليكاسيون متاعنا، فيها النتوركينج، الكور داتا، لوكيشن والكلاود والفايل مانجمنت. مثلا تحب الداتا من API والا تخزن في الداتا متاعك على الديفايس لوكالمون، واللاير هذه تخلينا نجمو نعرفو الموقع متاع الديفايس متاعنا. اللاير الرابعة والاخرانية هي كور OS لاير، هي اعمق لاير في السيستم، فيها الميموري مانجمنت، السيكوريتي وثريدز واللو ليفل ستاف. جينيرالمون ديفلوبر ما يبدلش فيها وما يمسهاش، اما هي اللي تنظم البرفورمانس والستابيليتي والسيكوريتي. توا بعد ما فهمنا الاربع لايرز، طب باش نشوفوا اللايرز هذوما كيفاش يخدموا مع بعض، كل طبقة تخدم دورها بلا تعقيد. اكزامبل، اليوزر كيتوما ما ينزل على البوطون في سكرين، الكوكو تاتش تستقبل ليفن، والكور سيرفيس تجيب الداتا، الميديا مسؤولة على باش تعرضها، والكور اويس ينظم كل شيء. تو عمرك تسألت علاش الاي او اس اقل مشاكل مالوير مقارنة بالاندرويد؟ الاجابة على خاطر السيكوريتي في الاي او اس عالي برشا. الاي او اس معروف بالساند بوكسينج، معناها كل ابليكاسيون معزولة على الاخرى وما تنجمش توصل الفايل متاع ابليكاسيون اخرى. من ناحية البرفورمانس، الابل تتحكم في الهاردوير والسوفتوير والاوبتيميزاسيون يكون اقوى. اكزامبل، عادي تلقى ابليكاسيون في الاي او اس تكون اسرع من اختها في الاندرويد وهي نفس الابليكاسيون. ابل تفرض اركيتكتور واضحة، اذا كان بار ديفو تخدم بالام في سي، مي توا مع سويفت يو اي نجم تلقى الام في في ام وتختم بجايد لاين ستريت، هذا يساعد على الكود مانتينابيليتي. ان شاء الله اليوم باش نحكيو على اندرويد اركيتكتور، باش نشوف الستركتور اللي اختارتها جوجل باش صنعت السيستم اندرويد باش الابليكاسيون تكون سريعة منظمة وسهلة في الديفلوبمون. خلي اول حاجة نشوفو شنية الاندرويد اركيتكتور. الاندرويد اركيتكتور هي لايرز اللي يخدم بها نظام اندرويد، من اول ما اليوتيليزاتور يتعامل مع الابليكاسيون كيو اي حتى لفين تطلع له الداتا اللي حاجته بها. السيستم مقسم لأربع لايرز رئيسيين. اللايرز الأولى اللي هي ابليكيشن لاير، الطبقة اللي يشوفها اليوتيليزاتور، فيها الابليكاسيون اللي نستعملوهم ديما، الاكتيفيتي، الفراغمون، وكل انتراكشن تبدا من اللاير هذه. اللاير الثانية ابليكيشن فريمورك اللي هي القلب متاع الاندرويد، فيها الاكتيفيتي مانجمنت، الويندو مانجمنت، الكونتنت بروفايدر، الفيو سيستم، ريسورس مانجمنت. هون الاندرويد يتحكم في اللايف سايكل والنافيجيشن والبرميشن. من البرميشن اكزامبل باش ابليكاسيون باش توصل للكاميرا والا باش توصل للتصاور. اللاير الثالثة هي الاندرويد ران تايم، نلقاو فيها لاغتي. لاغتي هي المسؤولة باش تخدم الابليكاسيون اندرويد. العملية تصير تاخو كودك اللي كتبته بالكوتلين ولا بالجافا اللي ما ينجمش تفهم وحده، يعني ما ينجمش يخدم وحده، فتجي لاغتي وتحوله لحاجة يفهمها التليفون. ناخذ اكزامبل، مثلا انت كديفلوبر كتبت الكود بالكوتلين، هو بالنسبة ليك مفهوم كديفلوبر اما مش مفهوم مباشرة للابليكاسيون ولا للتليفون. تصير لنا عملية الكومبيلاسيون، الاندرويد يحول الكود متاعك الى بايت كود، ومن بعد لاغتي يحوله الى ماشين كود. الماشين كود هو اللغة اللي يفهمها السي بي يو متاع التليفون. ممكن تلقاك سمعت بدالفك. دالفك هو نفس الخدمة متاع لاغتي مي قديم برشا، قبل الاندرويد 5، وكان يتسمى دالفك في ام لكنه أبطأ من لاغتي. مي حاليا نستعملوا لاغتي ك ahead of time
اللي كيما قلنا يخدم انه باش يحول الكود قبل ما الابليكاسيون تخدم باش يولي مفهوم بالنسبة للتليفون. النتيجة كي استعملنا لاغتي دونك عنا ابليكاسيون اسرع واستهلاك للسي بي يو اقل وباتري احسن. ومن الخدمة المفيدة زادة للاغتي هي الجاربج كولكشن، حل مشكلة الابليكاسيون اللي تخزن في الداتا وبعد ما تكمل لازمك تنظف الداتا ذيك، لو ما تنظفهاش الرام تتملي والاب ترزن. هنا يجي دور لاغتي يراقب الميموار، يعرف لوبجي اللي ما عادش مستعمل ويفسخه اوتوماتيكمون. انت كديفلوبر ما تكتبش كود باش يعمل التنظيف هذا، مي لاغتي يتكلف بكل شيء. غير الارتي في اللاير 3 نلقاو زاد الكور لايبراري، هي مكتبة أساسية كيما الكوليكشنز نلقاو فيها الليست والماب، نلقاو فيها الكالكولاسيون تاع المات والدات والتايم، نفس فكرة الجافا ستاندرد لايبراري لكن اوبتمايزد للأندرويد. اللاير الرابعة هي لينكس كيرنر، هي أعمق لاير، فيها الديفايس درايفرز، فيها الميموري، باور مانجمنت والسيكوريتي. الأندرويد مبني على لينكس وهذا يعطيه stability و flexibility و open source،